اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنافة قوالب محشية زبيب ومتزينة بصوص كراميل وعليه سوداني، حاجة كده أول ما بعملها بتتخطف خطفة من حلاوتها. ممكن تزينوها بالشكل اللي تحبوه، ممكن تحطوا شوكولاتة عليها قطعة فراولة، ممكن تحطوا قشطة كدابة، ممكن تحطوا كريم شانتيه اللي تحبوه. تعالوا كده واحنا بنعمل الكنافة بتاعتنا نعرض مشكلة النهاردة. مشكلة النهاردة مبعوثة بتقول: طلعوا اخويا بلطجي عشان اخد لي حقي. بتقول ايه؟ آه بتقول احنا بنتين وولد. بابانا متوفي، اخويا هو اللي وقف لي في جوازي وجوزي طلبني منه، وهو اللي اتكفل بكل حاجة. اتجوزت واخواتي هما اصلا يعني اكبر مني متجوزين وكل واحد له بيت ومستقر. دخلت توقعت بقى ان انا مثلا يتيمة، ان هما هيرعى ربنا فيا هيتقوا ربنا فيا، لكن لقيت العكس تماما. استقوا القلب عليا وهم يعملوني اسوأ معاملة. شقتي بقت مهرسة للكبير وللصغير، وحاجتي بقت مستباحة للكل وانا ماليش اي حقوق. حاجتي بيستعملوها اخواته البنات وانا ماليش حق ان انا اتكلم. انا حملت وحامل بقضي، وزي ما انا مفيش اي رحمة بيا، مفيش اي لطف بالنسبة لهم، كل حاجة ان انا بتدلع. حتى الدكتور مش بيدفعوا لي مصاريفه، لان بالنسبة لهم الدكتور ده حاجة يعني ملهاش لازمة. حتى التكييف بتاعي بتاع شقتي انا ببقى بقضي وبروق تحت وهم قاعدين في التكييف بتاع شقتي فوق. وان اتكلمت او قلت اي حاجة جوزي بيضربني. في مرة ضربني وبعديها اخويا جه عندي، كان جاي يزورني عادي وقاعد معايا، وجوزي كان ضاربني ومعلم في وشي. فبيقول لي ايه ده؟ قلت له ما فيش حاجة، انا وقعت. هو طبعا ما صدقنيش وزعل، وازاي تسمحي له يضربك؟ طبعا هو ما يعرفش ان دي مش اول مرة، لان انا من النوع اللي ما بيحكيش اي حاجة. قلت له ما فيش حاجة وبتاع، وحاولت اداري. جوزي طلع قال له ايوه انا ضربتها، وبعد كده هبقى اضربها في جسمها عشان ما تبانش، ولك عندي ايه، هي مراتي. وفضل يبجح في اخويا. اخويا طبعا ما استحملش وقام ضربه وكسر له ايديه ورجليه. قال له المره دي انا كسرت لك ايدك ورجلك، لو اتمدت ايدك عليها تاني انا بعد كده هقطعهم لك. طبعا اخو جوزي سمع الخناقه، طلع حاول يتعدى على اخويا. اخويا ضربه برضه وخرج واخدني وخلاني رحت القسم وعملت محضر باصابة وشي ان هو اتعدى عليا، وخدني قعدت عندهم. جوزي طبعا واخوه راحوا يعملوا محضر، لاني انا طبعا عملت الاول فبقى محضرهم جايدي ومعرفوش يعملوا معانا اي حاجة. فحاولوا يشوهوا سمعة اخويا ويقولوا ان هو بلطجي وان هو اتهجم عليهم في البيت، وده مش صح. انا تعبانة ونفسيتي تعبانة، حاسة ان انا اذيت اخويا، وحاسة ان شغله متأثر وان حياته متأثرة. قولولي لو في مكاني هتعملوا ايه، ولو عندكم مشكلة متنسوش تبعتولي. باي باي.